السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على أحلى وأجمل إخوات. في البداية ما ننساش الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله بإذن الله هنعمل مع بعض النهاردة كيكة الشاي اليومية الهشة والمرتفعة بخطوات بسيطة جدا، وإن شاء الله هتنجح معاكي من أول مرة. خليكي معايا لآخر الفيديو ويلا بينا نبدأ الفيديو. أحلى إخوات، أول حاجة معايا بولة وثلاث بيضات. هنزل ببيضة بيضة كده، حطيها في طبق خارجي عشان لو في بيضة لا قدر الله فاسدة ولا حاجة ما تبوظ الكمية كلها. وهبدأ احط كوباية من السكر. طبعا لو انت عايزاها مسكرة اكتر هتحطي كوباية وربع، دي حسب الرغبة، وكوباية وكيس من الفانيليا اسفة. وهبدأ اللي انا اضرب الخليط كويس جدا. طبعا الخطوات دي كلها تقدري اللي انت تعمليها في الخلاط، بس انا حبيت ان انا اعملها بالمضرب الكهربائي قدامكم عشان يبقى كل حاجة واضحة كده في التصوير. طبعا لو وصلت لغاية هنا ما تنسيش اللايك والاشتراك وكومنت جميل زيك عشان يوصلك مني كل جديد. كمان فعلي الجرس اللي جنب كلمة اشتراك، واعملي الكل عشان يوصلك كل ما انزل فيديو يوصلك اشعار بان انا نزلت ان شاء الله فيديو. وهضرب كده لغاية ما القوام يبقى فاتح وكريمي معايا. هنشوفه مع بعض في الاخر هيبقى شكله عامل ازاي. طبعا زي ما احنا قلنا الخطوات ديت كلها هنعملها في الخلاط، هتاخد معاكي من 5 ل6 دقايق عشان القوام يبقى زي ما احنا شايفين مع بعض دلوقتي كده. شايفين بقى فاتح خالص وكريمي خالص ما شاء الله، وكمان الكمية تضاعفت. وهحط كوباية الا ربع من الزيت، واضرب بالمضرب ضربة بسيطة. لو في الخلاط برضه هتضربي ضربة بسيطة خالص مش كتير، يعني حوالي دقيقة او اقل كمان. وهحط كوبايتين من اللبن يكون دافي، دي الكوباية التانية. وهبدأ اللي انا اضربه بالمضرب مش كتير برضو. الرغاوي اللي طلعت دي طبعا من اللبن. وطبعا ما ننساش ذرة الملح عشان ما تصورتش معايا. وهحط طبعا بديل البرتقان كيس من فانيليا كيك البرتقان، بجد جميلة جدا ما شاء الله، بتدي طعم جميل. وكمان بديل البرتقان لو مش موجود، لكن هو موجود دلوقتي عادي، بس انا حبيت اعملها سريعة كده معاكم واقول لكم تجربتي مع فانيليا كيك. وطبعا هبدأ احط الدقيق نخلاه قبل كده مرة، وهبدأ اللي انا انخله تاني. هنستخدم 3 كوبايات الا ربع مع المقادير ديت، 3 كوبايات الا ربع بالظبط. وهحط كيس من الكيك شيف، عايزاها تبقى منتفخة اكتر. هتحطي كمان معلقة من البيكنج باودر العادي. وكمان هنحط ليمونة سر ديت طبعا تبدأ محسن للكيك، وكمان بتدي لون فاتح للكيك، ما بيبقاش غامق معانا. بجد جميلة جدا. وممكن نستبدلها بايه؟ نستبدلها بمعلقة من الخل، بس جربي الليمون افضل بكتير جدا من الخل كمان. طبعا دوبت اول كوباية، هبدأ احط الكوباية التانية. طبعا دي طريقة افضل عشان ما يبقاش فيه تكتلات معانا في الكيك. نحط كوباية كوباية كده، ونبدأ اللي احنا نضربها بالمضرب السلك العادي. وما عندكش مضرب عادي بمعلقة بايدك المتاح عندك اشتغلي بيه، ما توقفيش نفسك على اي حاجة خالص. وهبدأ اللي انا اضربه كده بالراحة برضو في اتجاه واحد، ما نغيرش الاتجاه. الكيك لازم ينضرب في اتجاه واحد. هبدأ برضو احط الكوباية الا ربع الفاضلة معانا. زي ما احنا كده ضربتها عشان ما طولش عليكم الفيديو. ما شاء الله ده القوام المظبوط للكيكة زي ما احنا شايفين مع بعض كده، لا هو خفيف قوي ولا تقيل قوي. وطبعا معايا صينية من المدهونة من الزبدة، دي مقاس 28 ومدهونة من الزيت. ممكن تحطي فيها شوية من الدقيق كمان لو انت خايفة اللي هي تلزق، بس ان شاء الله مش هتلزق خالص. وهبدأ احط الخليط زي ما احنا شايفين مع بعض كده، وبسباتولا ولا اي حاجة عندك، وتبدأي تنزلي باقي الخليط
وطبعا هندخلها على فرن يكون مسبق تشغيل، يعني ساخن جدا، وتضربيها ضربتين كده عشان لو فيها هوا ولا اي حاجة، وتبدأي بشوكة او معلقة او خلة اللي موجود عندك، وتبدأي تعملي كده. لو في اي هوا او في اي حاجة بيبدأ اللي هو يطلع، ويبقى القوام كله واحد زي ما احنا شايفين مع بعض. ما شاء الله كده خرجت على درجة، طبعا بندخلها على درجة حرارة 180. وزي ما احنا قلنا لازم يكون الفرن شغال من اول ما نبدأ، يبقى سخن مسبق، يعني حوالي 5 دقايق عشان يبقى السخن كويس جدا. الكيكة تبقى مرتفعة معانا زي ما احنا شايفين كده، وشايفين ما شاء الله الارتفاع. وكمان الليمونة مدياها لون ابيض جميل كده، مش غامقة معانا خالص. كمان هفتحها معاكم دلوقتي من جوه واوريها لكم شكلها عامل ازاي. شايفين ما شاء الله مش لازقه خالص. هبدأ هنا اللي انا افتحها كده، ما شاء الله هشة وجميلة جدا، اللهم بارك. والطعم بجد جميل، مفيش فيها تفرغات كتير خالص، كلها سوا واحد وقوام واحد ما شاء الله. شايفين عاملة ازاي اسفنجية وجميلة جدا. جربيها وقوليلي ايه رأيك في الكومنتات. ما تنسوناش من دعوة جميلة جدا منكم، وربنا يحسن ما بين ايديكم ويبارك لكم في اولادكم يا رب. وطول ما انتي واقفة في المطبخ ما تنسيش الصلاة والذكر، بجد بيهون عليكي جدا وقفة المطبخ. واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.